ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد ان شاء الله بكل حاجة حلوة، كل نشاط كده. النهاردة هروق الاوضتين اللي جوه بالطرقة، اغير الفرش وهمسح الاوضتين بالطرقة، وعندي اكل وعندي مواعين وعندي غسيل. هتقولي ايه ده؟ انت مش معودانا ان انت اليوم اللي بتروقي فيه ما بتعمليش فيه اكل او بتعملي فيه حاجة بسيطة؟ النهاردة انا قررت ان انا اعمل محشي. عندي شوية شوربة كده، فقلت ايه استفيد بيهم يعني. جبت بتنجان، هو كل حاجة جاهزة، الورق العنب عندي في الفريزر فقلت هطلعه. وجبت بتنجان هو متقور جاهز، في حاجات بسيطة كده اللي هعملها. مش هعمل اي حاجة تاني جنبه، ولا ملوخية ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، هي الشوربة عندي هو هيبقى محشي بس. فقلت بالمرة اتسلى يعني اعمله، وكده كده يعني احنا بنتغدى متأخر خالص. فقلت اعمل الشقة بالمرة، لان انا متعودة زي ما بقول له، زي ما انا معرفاكم ان انا على طول بفتح شبابيك الشقة بتاعتي. صيف شتاء لازم افتح الشبابيك تهوي الاوض. لازم الفرش اهويه. كنتش هشيل على البلكونة، انا لازم الشبابيك تبقى مفتوحة. اقوم بسيب السراير زي ما هي، مش مجرد ما بقوم من النوم واروح ماسكة السراير منفضاها وفرشها. لا، بخلي السرير ياخد نفسه شوية. وده الطبيعي وده الصح، اني مش من اول ما تقومي من النوم تروحي جرة الملاية ومنفضة وفرشة على طول، وكاتمة السرير بالكوفيرتا او بالدفاية بتاعت الشتا اللي احنا بنبقى نايمين عليها، مع البطاطين مع الحاجات دي كلها. ده كله بيعمل رطوبة في المراتب، وبيخلي المراتب تبقى ليها ريحة مش لطيفة، وساعات يربي حشرات جوه الفرش بتاعك. فلازم اول ما تقومي تسمي الله كده وتفتحي الشبابيك، سيبيها ساعة اتنين على ما تفطري وتنزلي السوق وتجهزي حاجة الاكل اللي هتعمليها. تبتدي بقى وانت شغالة شوية في المطبخ شوية في الشقة، واحدة واحدة هتلاقي الدنيا بتمشي معاكي. فانا النهاردة كده هعمل زي ما قلت لكم. انا قمت فتحت الشبابيك وسبت الشبابيك زي ما هي، ورحت نازله على السوق، جبت الحاجات اللي ناقصاني في البيت. وقلت وانا شغاله في الشقه اخلص الشقه واخش على المطبخ. حاجه حاجه كده هنعملها مع بعض. وهنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكوفرتات بتاعت الاطفال نضيفه، انا فرشاها اول امبارح بالليل، فمش هشيلها اغسلها. هغسل الفرش بس، الكوفرتات يعني هشيلها بعد يومين. هغير بس الملايات زي ما قلت لكم كده. وتعالوا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي لسه بقى ما اشتركش معايا في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل، عشان كل جديد انزله يوصل لكم بسهوله. ويا ريت لايك وشير للفيديو وتعليق حلو زيكم كده، خلي القناه تكبر بيكم. تعليقاتكم بتخلي القناه تظهر لاكبر عدد من الناس، التعليقات واللايكات، فيا ريت يا جماعه تعليقات ولايكات كده من قلبكم، خلي الصفحه تكبر كده ان شاء الله، ونبقى اسره كبيره مع بعض. تعالوا نسمي الله ونشوف. انا هشيل الفرش ده كله، هغسله، هحطه في الغسالة مع الكوفرتة تانية كبيرة كده الولاد بيستغطوا بيها، برضو عايزة تتغسل هغسلها. ونخلص القطين بالطرقة كده مسح وفرش ونقفلهم. ونبتدي بقى نشوف ورانا ايه في المطبخ. وعايزة اتكلم معاكم في موضوع بمناسبة الحمل والخلفة وجنس المولود ولد ولا بنت. في مواقف كتيرة، ناس كتيرة بتتعرض ليها، زي ما انا تعرضت للمواقف دي او بتعرض ليها لغاية وقتنا هذا يعني بسبب الحمل. وهي ان اول ما اتجوزت، يعني ربنا كرمني بابني الاولاني، كان السؤال والفضول، ها هتجيب لنا ولد ولا بنت؟ ها معرفش ايه. فانا ربنا كرمني باول خلفتي ولد. فكان الرد يعني الكلام ايه ده، من شخص ما او من شخصية ما، هو انتي هتجيبي ود؟ ده احنا متجوزين بقالنا فترة وفترة كبيرة، ولا عارفين نجيب الواد ولا عارفين نجيب البت. ادعيلنا ربنا يكرمنا زيك، حتى لو هنجيب بت احنا موافقين، مش مهم، المهم ان احنا نخلف. طب يا ستي ربنا يكرمك. الكلام ده بيتقال بطريقة او بيتقال باسلوب كويس، مش باسلوب طالع من قلبك، ان الحقد طالع من قلبك، او الغيرة او الحسد طلع من قلبك كده في بكلامك، طلع في كلامك على طول تلقائي. ربنا يكرمك ويرزقك ويديكي طفل سليم ومعرفش ايه، ودعيت لها ومفيش مشكلة. جيت لما حملت في ابني التاني بعديها بفترة وفترة كبيرة، برضو هو نفس السؤال،
ها هتجيبي لنا واد ولا بت؟ يا ريت بقى المرة دي تجيبي بت. انت جبتي واد اول مرة، المرة دي هاتي بت. كأني بايدي انا او بايد البني ادم ان هو يشوف يجيب الطفل اللي هو عاوزه. يعني انا ابقى قاعدة كده اقول يا رب انا عايزة واد المرة دي، فيا ربنا يديني واد. يا رب انا عايزة بنت المرة دي، فربنا يديني بنت. دي حاجة بتاعت ربنا، دي ولا بدعاكي ولا بدعاية دي حاجة بتاعت ربنا. ربنا قاسملك من يوم ما اتولدتي هتتجوزي امتى هتخلفي امتى وهتموتي امتى وحياتك هتبقى عاملة ازاي. حياتك كلها مرسومة من اول ما انتي اتخلقتي في بطن امك او في بطن هقول ايه. المهم ما جيت حملت في الولد التاني، ايه ده؟ هو انتي هتجيبي ود؟ انا مش شايفة في عيلتكوا غير صبيان. ده انتي شكلك جامدة، عيلتكوا كلها جامدين كده، تحسي ان ستات عيلتكوا او البيوت بتاعت عيلتكوا او عيلة جوزك عامة، تحسي ان هم جامدين، كل خلفتهم صبيان، ما شفنا لهمش بنات غير قليل. او يا ستي ما بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هو احنا صبياننا او ولادي هيجوا ياخدوا حاجة من الابعدية بتاعت سيادتك؟ هيجوا يفتحوا الفيلا بتاعت سيادتك ولا المزرعة بتاعت سيادتك ويقسموها ياخدوها هم في ورثهم؟ دي حاجة بتاعت ربنا. واد او بنت ليا مش ليكي. انا اللي هكبر وانا اللي هعلم وانا اللي هربي وانا اللي هصرف وانا اللي هجوز وانا اللي سيادتك مش هتديهم حاجة، مش هتعملي لهم حاجة. ما تخافيش، ورثك كله ليك انتي ولاهلك انتي ولعيلتك انتي، ما بره عن عيالي ملكيش دعوة بيهم. لما جيت بقى في الحمل اللي انا فيه دوت وربنا كرمني والشخصية دي عرفت، برضو الفضول قتلها. الفضول هيجننها. هتجيبلنا واد ولا بيت؟ يا ريت بقى تجيبي بنت، كفاياكوا صبيان، احنا مش شايفين لكم غير صبيان. يا ستي الله اكبر، الله اكبر. ما يمكن انتي ربنا كرمك ببت، البت دي هتعملك وهتجيبلك حتة من السما في يوم من الايام، وولادي انا يا ستي ما يبقاش في ايديهم. في ايه؟ في ايه؟ سمي الله كده وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لها اطمني يا ستي، انا المرة دي هجيب بيت. خلاص الورث بتاعك مش هيتقسم عليكي وعلى ولادي، مش هيبقوا 3 صبيان، هيبقوا ولدين بس وبنت. المرة دي انا ربنا كرمني في بنت. دي يعني ناس فضولية، يا ريت يا ريت يا ريت يطلعوا من حياتنا. المشكلة ان الرد او ان انا ساعات برد وبكسف في الكلام، بس برضو الفضول بيفضل قاتل الشخصيات دي. الشخصيات دي انا مش عارفة احنا هنتعامل معاهم ازاي، او ايه الطريقة او الاسلوب اللي نخليهم يبطلوا الفضول اللي قاتلهم دول. ويا ريت اي واحد، اي زوج اي زوجة ربنا كرمها ببنت خلفتها كلها بنات، خلفتها كلها صبيان، احمدي ربنا. في ناس كتيرة قوي بتبقى قاعدة مش لاقية ضفر عيل او ضفر طفل. انت يا ستي ربنا كرمك ببنت، احمدي ربنا، ربنا كرمني ببنت ان انا خلفت وبقى ليا ذرية في الدنيا وماشية في الدنيا شايلة اسمي ايا كان. هي بنتي شايلة اسمي، بس مش يعني في رجالات ده تقولك ايه، لا البت مش هتفضل شايلة اسمي على طول، الولد اللي هيفضل شايل اسمي واسمي هيفضل يكبر لما يتجوز ويخلف واحفادي يشيلوا اسمي، فاسمي هيفضل ماشي في الدنيا. ما اسمك برضو ورا بنتك هيفضل ماشي في الدنيا. ما هي بنتك برضو يعني ربنا يخليها لك هتكبر في يوم من الايام واسمك ورا اسمها. مش هيجي سن معين ويقول لك لا شيل اسمك من اسم ورا من اسم بنتك، تبقى بنتك كده مكتوبة على اسم حد تاني. احمدوا ربنا على اللي في ايديكوا او على الاطفال اللي ربنا بيكرمكوا بيها، وما تدققوش في حياة الناس، ما تحشروش مناخيركوا في حياة الناس. مش شرط ان واحدة خلفتها في صبيان فانتي هتبقي ست قوية وست جامدة. احنا والله ولا جامدة ولا قوية، احنا على الله حكايتنا زي ما بيقولوا. ربنا كرمها ببنت فانتي خايبة. ممكن حما تمسك مرات ابنها. هو انتي جايبة لابني بنتين، جايباله 3 بنات؟ ده احنا خلاص كده الاسم بقى في البلد ماشي، الناس بينادلوش غير يابو البنات. هي البنات مش عار؟ ما البنت اللي فاتحة بيت جوزك، يعني انا بنت اهو فاتحة بيت ابنك دوت قاعد بيته مفتوح بحسي، انا اللي دايره البيت، انا اللي ممشيه البيت، انا اللي بربي، انا اللي بكبر، انا اللي بتابع تعليم ابنك. ما عليه انه غير انه هو بيجيب فلوس. فياريت مفيش حما تسمم بدن مرات ابنها او تسمم
بالكلام اللي بيطلع منها لواحدة هي ولا في ايديها ولا في ايديكي ولا في ايد ابنك. دي حاجة بتاعت ربنا. احمدوا ربنا على النعم اللي بيديها لكم، وما تحشروش مناخيركم في حياة الناس. اللي يخلف يخلف واللي ما يخلفش ما يخلفش. يا ريت يا جماعة خلوكوا في حالكوا، خلي الايام اللي احنا فيها دي تعدي على خير بينا وبيكوا. كتر الكلام بيجيب مشاكل وبيجيب قرف. الكلمة ممكن تبقى طالعة منك انتي انتي حاساها ان هي بحسن نية او بتلقائية، بس هي بتبقى طالعة رصاصة للي قدامك. ممكن كلمتك انتي دي، انتي خلفتك كلها صبيان، انا يجرالي حاجة، ابني بعد الشر عنه يجراله حاجة، انتي سيادتك تبقى ده انا بقولها بحسن نية. لا، هي مش طالعة منك بحسن نية خالص، هي طالعة منك بغل وسواد وكره، لان اللي في ايدك او اللي في ايد اللي قدامك مش في ايدك. احمدي ربنا على النعمة اللي في ايدك او اللي ربنا كرمك بيها. غيرك مش لاقي. معاكي بيت حافظي عليها، معاكي واد حافظي عليه. كده انا خلصت الشقة ومسحته زي ما وريتكم، وخلصت المحشي كده سبكته زي ما انتوا شايفين، حطيت الخضرة على الرز كله كده. انا ولا هعمل فراخ ولا هعمل لحمة ولا هعمل اي حاجة. هو هعمل شوية المحشي ونسقيهم بشوية الشوربة، ومش كل يوم هيبقى لحمة وفراخ. الدنيا زي ما انتوا شايفين كل واحد ماشيها على القد اليومين دول. ربنا يكرم كل بيت كده ويرزقه ويجعل البيوت كلها عمرانة مش ناقصها اي حاجة في الايام المفترجة اللي احنا فيها دي. هقعد بقى كده احشي الحلة الملحوسة دي، هنحشي فيها البتنجان والفلفل، ونحشي شوية الورق العنب اللي انتوا شايفينه كده. انا خلصت بقى، خلصت وخلصت ويومي كله كده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وسيبوا لي لايك وتعليق حلو من عندكم وشير كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.